بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وكفوف وإن شاء الله من حوض ويروينا صلوا عليه حضار وش راكم أخياتي وش راكم بنياتي إن شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا تاعي بخير على خير ويلقاكم صحاح ومتهنيين وربي يهنيكم ويهنينا ولا حقيني حنونتي الكوزينة. اليوم حنونتي راح ندير معاك الطاكوس البسكلي راهم داير حالة في المواقع التواصل الاجتماعي وفي التيك توك وإلى غير ذلك كما يقولوا. لأن حنونتي يعني راح نخبز معاك يعني موالفة نديرو يعني العجينة كيفاه نعجنوها وكيفاه نحطوها تركح كاش الأخرى نبوليوها ونحطوها تركح. دوك حنا جينا نخبزو لهنا قلت لهم أنا نخبز كيما ناس بكري كاش الآخر أنا يعني من الكبارات كاش الآخر ربي كبرنا في طاعته. ما نخبزش على الكاط هذا كاش الآخر نتاع بابي كويسون ولا المهم أنا هذه هي خدمتي كاش الآخر من نهار تعلمت خبز الشخشوخة. دوك المهم راح نطيبو الورقات اللي راح نديرو فيهم نديرو نخدمو بهم الطاكوس تاعنا. بطبيعة الحال بعد ما طيبنا هذيك الورقات هذوك نتاعنا أو الشخشوخة تاعنا أو الفطيرات نتاوعنا. لأن حنونتي كيما يقولوا باش ما يجيكش الفيديو طويل لهنا قصيت ربع صدر تاع دجاج وتبلتو كيما حنا مدة هكذا حوالي عنده درك 3 ساعات ولا 4 وحطيتو تبلتو المهم بالتوابل المعتمدة ويعني للأمانة ما يعني هو من الأحسن نديرولو شوية ياغورت هذيك كيما حنا الطبيعي. أنا ما عنديش طبيعي درتلو شوية حليب حوالي 2 مغارف ولا 3 باش الدجاج نتاعنا كيما حنا كيطيب ما يطيبلناش ناشف. ومن بعد حنونتي قالت الآخر مشيت الدجاج هذاك يعني خلينا نعرفو الدجاج ما يطولش درتو هكذا على الجناب ووليت قصيت يعني راس بصلة جوانح ومن بعد زدت لوحت لها قصيت راس فلفل وبطبيعة الحال الطماطم المهم على حسب الكونتيتي نتاعك حنونتي اللي ديري هنا يعني لأنا درت 2 حبيبات طماطم. الأول لوحت غير شوية برك ومن بعد كاش الأخرى كملت جاتني السما قليل باش كيما حنا تجيك العقدة هذيك ماهيش ناشفة. أنا على الأول هاكا تشوفي في الطماطم ما لوحتهاش الكل بصح من بعد وليت يعني لوحتها الكل باش الدجاج نتاعنا ما يجيناش ناشف. المهم حناتي حنوناتي دوك قلنا المهم راح نديرو الطاكوس البسكري يعني على أصول ويعني نورمالمون هكذا يكون يطيبو كيما حنا العقدة نتاعو طيب يعني هكذا في الطاجين. يعني أنا شفت قداه نفيديو كيما يقولوا من الأحسن طيبيه هكذا في الطاجين. واللي وصلت معايا الفيديو هذا الأولى والآخر ما تنساوش إخواننا الفلسطينيين بالدعاء وما تنساوناش حنوناتي بجيم وكومونتير زين كيما نتوما بطبيعة الحال اللي يدخلوا جديد مرحبا به ما نساوناش بابوني. لأن حنوتي دوك راح نبداو بالطعمار كيما حنا نتاع الطاكوس تاعنا هو يعني الفرماج بغيتي ديري هذا يعني خلاص نتاع البيدون على داكشي درتلو كيما حنا نتاع الحب. المهم اللي عندك حنونتي ديرو شوية فرماج ونزيدو شوية هريسة يعني اللي بغا الهريسة ومن بعد نديرو هذاك الشاورما هذيك اللي هي كالصغر طيبناها ونزيدو لها يعني حبيبات نتاع بطاطا. يعني هو يعني الطاكوس البسكري الأصلي كما يقولوا ما يديروش فيه البطاطا المقلية. وإن كان إحنا يا أخي نعرفوا البيوت الجزائرية نتاعنا قالت آخر تختي البطاطا المقلية ما تكنش الماكلة هذيك. وبالنسبة للخدمة كيما حنا نتاع الطاكوس البسكري أنا على الأول خدمت في السنيوة وعمرتها ومن بعد لوحتها بصح هو يعني كيما حنا الأصل نتاع الخدمة نتاع الطاكوس تكون هكذا فوق الطاجين ديريكت. ويعني كيما حنا نشوفو في الريستورات ولا الآخر تكون الحشوة هاذيك كيما حنا هكذا على جهة والفطاير هاذيك يكونوا هكذا على جهة ويعمروا في نفس كيما حنا في نفس الوقت ويطبقوا وهي رايحة. بصح حنا كاع آخر نتاع الدار ما عندناش لسه هذاك كيفاه هنا نطيبوا لذا نطيبوا كيما حنا الحشو وحده ومن بعد نزيدو نخدموا الخدمة هذه. يعني قلنا هكذا اسم الطريقة نتاع الطياب نتاع الطاكوس البسكري. إن شاء الله يا ربي نكون كيما يقولوا كفيت ووفيت في الخدمة نتاعو ونسمح لإخواننا البساكرة كما يقولوا إلا كان ما قمناش كاع الآخر بالواجب. المهم حنا نوتي دوك راح نزيد معاكم لهنا حبيبة. قلنا المهم درنا شوية شوية فرماج وشوية هريسة اللي بغى يزيد الهريسة ونديرو هذاك الحشو ومن بعد نزيدو شوية بطاطا. قلنا المهم البطاطا نورمالمون ما تندارش بصح احنا درناها. ومن بعد على الاخر هذه هي مايونيز اللي لوحتها هكذا على الاخر باش يعني نديرها في لابوش كاش الاخر خليتها هكذاك في الباطة خدمت بها هكذاك لا علينا. المهم حنوناتي ها هو كيما يقولوا الطاكوس البسكري نتاعنا وين وجدنا. قلت لهم من طرح على رحي كيما يقولوا ماني راح نحط في الصحن ما والو ديريكت من الطاجين. قالت الاخرى
ناكلوهم هكذاك سخونين ونبينا نصليو عليه، مكانش قد كاس آخر العفوية والبساطة. المهم هذا هو، إن شاء الله يعجبكم الفيديو اللي قدمته لكم، تعجبكم الطريقة نتاع الطاكوس اللي درتها. وفي آخر الكلام: ما يحلو الختام إلا بالصلاة والسلام على رسول الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.